السلام عليكم حبيباتي وصديقاتي وخواتي وأبنائي وبناتي وكل المتابعين من كل مكان. اليوم أنا بقدم لكم البيتزا. البيتزا طبعا على حسب طلب المتابعات، طلبوا البيتزا أنا بعمل لكم إياها، وإن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. بعمل لكم أنا نوعين، يعني عجينتين من البيتزا، وأنتم بعدين اللي تعجبكم أعملوها. الآن معانا شوفوا هنا بنعمل ملعقة خميرة اللي نقول عليها شتوة. تمام، هذه ملعقة. شوفوا الملعقة هذه بعمل له نص الملعقة سكر. تمام، نص الملعقة سكر، نص الملعقة سكر. وبنعمل هنا كوب مي دافي. خلاص ونخلط. اتركها يتخمر. هذه الآن خلاص هنا خليها نتركها على جنب. طيب معانا شوفوا الآن بنعمل الدقيق. نقول بسم الله. تمام، هذا كوب، وهذا الثاني 2 أكواب دقيق. تمام، ربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم، نص ملعقة صغيرة بيكنج، وهذه شوفوها رشة ملح صغيرة يعني. تمام، نحاول ان احنا ايش نخلط هذه المواد كلها كذا. ها نخلطها مع بعض. ايش بيبقي لنا احنا؟ بيبقي لنا الزيت. تمام، ناخذ قليل زيت، باخذ بس نص ملعقة بس. تمام، ونخلط الخميرة حقنا. بسم الله، اللهم صل على النبي. تمام، شوف كيف منفوخة. ها حسنة. شوفوا نعجن الآن. نقول بسم الله. يلا برضه شوفي، حاولي انك ايش تسكبين قليل قليل وتعجنين، لان يمكن احيانا في دقيق شوفوا بسرعه يعني ما يقبلش مي كتير. لهذا حاولي انك حتى لو كان تقدر يعني حافظه المقادير كل حاجه، بس ايش تتجنبي ان تروح عليك العجنه حقك. حاولي تسكبي شويه شويه. انا البعض شوفوا خلصنا. الان نواصل عجنه. شوفوا كيف. ها شوفوا كيف محسنة، يعني كذا 3 دقائق عجناها. تمام، حلوة يا سلام عليها. الآن خلاص نحاول ان احنا نغطيها بس. هذه حتى يعني فوقها ما بعمل زيت ولا حاجة، خليها زي ما هي وبغطيها، يعني ما بملسش العجينة بزيت. هذه يعني الشيء تكون كذا جافة يعني حلوة. بنتركها تتخمر ونشوف كم أخذت وقت. تمام، وبننتقل للعجينة الثانية. هذه خلاص نتركها تخمر على جنب. يلا الآن بعمل لكم العجينة الثانية. تمام، ونقول بسم الله. ناخذ الآن ملعقة خميرة. هذه شوفوا ملعقة خميرة. تمام، نجيب السكر مثل ما قلت لكم، نجيب نص. تمام، سكر. الآن بنعمل الكوب الماء. شوفوا نفس الطريقة الأولى نفسه، بس الدقيق الآن بيختلف عليكم الأشياء اللي بنضيفها له. هذا الكوب الماء. تمام، نخلطه وخلاص نغطيه. نترك الآن نشيله نخليه تخمر. نبدأ بمرحلة الدقيق. نعمل هنا شوفوا كوب. كوب كوبين. هذا كوبين دقيق أبيض. نجيب لنا هنا رشة ملح، يعني زي كده. ها رشة ملح صغيرة تسكبيها. نجي للبيكنج نص ملعقة صغيرة قليل. هذه كربونات صوديوم، يعني لما تشيليها باليد. ها ربع ملعقة صغيرة. شوفي كيف قليل. يلا هذا كله هنا. نجيب هنا معانا كمان شوفوا زي ما نص الكوب حليب بودرة.
ونص. تمام، يلا نخلطهم. الآن بنجي في مرحلة الزيت. الزيت طبعا شوفوا هنا عندي الملعقة نسكب، شوفوا واحدة. تمام، نسكب الثانية. ملعقتين، سكبنا بدي الملعقة ملعقتين، يعني الملعقة اللي معك بدا الشكل تكون قايصة فيه. وإذا تحبي زبدة اعملي زبدة اللي تشتي. ونحاول نحنا نخلط. تخمرت الخميرة الآن، يا سلام عليها. بنعجن، نقول بسم الله. يعني ايش بدأنا يعني نسكب المي شوية شوية، مش المي الخميرة طبعا، المي اللي في الخميرة الفورية شوية شوية، علشان ايش يمكن تكون خلاص مش محتاجة. حقه قناص مضبوط. يلا الآن شوفوا هذه العجينة بتختلف عن الأولى مثل ما قلت لكم، لأن فيها الحليب البودرة وفيها الزيت أكتر، وفيها يعني إضافات مش زي الأولى. يلا هذه عجينتنا برضه نفس الشيء، 3 دقائق استمرينا في العجن. يا سلام عليها محسنة. تمام، هذه ايش بعمل لكم برضه؟ دي فيها دهن زايد وبدهنها من فوق قليل، مش سكبة لا، بس كده مسحة بس وخلاص. يلا شوفوا نغطيها الآن خلاص نتركه، بنشوف كم بتجلس تتخمر بقول لكم. يلا حبايبي. طيب حبايبي الآن بنعمل الصلصة اللي بندهن به وش أو وجه أو المهم العجينة. نقول بسم الله. ممكن تعملي الطريقة اللي تحبيها، واللي هي مثلا تجيبي الصلصة فقط وتدهني فيه بها البيتزا، وممكن تطبخي الصلصة طبخ، يعني ممكن تعمليها بدون طبخ وممكن تطبخيها على حسب ما تحبي. لأن احنا شوفوا عملنا قليل زيت. تمام، بنعمل شوية يعني بصل قطع كده دواير شوية، ومعانا هنا شوفوا فلفل أخضر عملت قليل لأنه حار طبعا. البابر برضه، البابر اللي هو الفلفل الأخضر بنعمل منه كمان شوية بس. الآن خلاص، الآن بنسكب الصلصة طبعا باكت واحد، يعني عبارة بيجيلك شبيه هذا بيجيلك يعني كذا 3 ملاعق. حاول نحن نعمل له الآن البهارات زي ما تشوفوها، قليل كمون، قليل كبزرة يابس، قليل قرفة، قليل فلفل أسود مطحون، كلهم هذول مع بعض قليل. يعني عندك كاري اعملي قليل كاري معه، طلع الكاري يا سلام حلو. أنا بعمل كنت الآن الكاري، بس يعني البعض يقول نحن ما فيش معانا وكيف يعني ومن فين لهذا اللي عنده تعمله تطلع خامرة بالبهارات، تطلع خامرة يا سلام. وهذا لو تعملي لها قليل فلفل أحمر مطحون تطلع لك حلوة. وهذا شوفوها رشة ملح. صلى الله على محمد. خلاص طفي. خلاص الآن هذا بندهن به البيتزا. عجينتنا اللي عجناها قبل قليل الآن قد تخمرت ما شاء الله من الحرارة دي، رغم انه يعني دي لين برد، بس يلا انتفخت ما شاء الله. خلاص اخذت يعني ربع ساعة بالضبط وانتفخ. الآن بنعمله وبعد كده بنجيب نواصل لك العجنة الثانية. مثل ما تشوفوا جبنا الصحن هذا عملنا له شوية زيت يعني قليل بس، تمام، ورشيته بالدقيق. هذا أمامكم. نجيب الآن العجينة، عجينتنا اللي وريت لكم اياها مخمرة قد هاي يا سلام عليها محسنة. نحاول الآن ان احنا شوفي نخرجها ثاني على طول، ولا تعد تعملي بحاجة ولا عاد تهششيها ولا شيء، خلاص ثاني للصحن. شوفي ثاني للصحن. بقينا ده القليل بنشوف عشان نشوف المدة حقها
كيف هشتي رفيعة. خلاص الآن شوفوا كيف الآن نجيب حقنا الصلصة اللي عملنا له البهارات. طيب نحن هذه البهارات حقنا شوفوا خلاص. شوفوا كيف الآن ايش بنعمل؟ بنجيب مع نحن البصل. تمام. البصل هذه اللي قطعناه دوائر بنعمل منه كذا، بنقدل قليل قليل. نجيب الآن نشتي الدوائر، نفنن نخليها حلوة فنانة. شوفوا كيف. معانا الزيتون بناخذ يعني كذا شوية بس قليل عشان كذا يعطي لها منظر جميل جميل وشاعري. خلينا متى ناظري. تمام. الآن إيش بنعمل؟ بنحاول نحن نهز بيدنا كذا، نضغط بيدنا علشان الزيتونة هذه تلصق داخل العجينة، ما تكونش تجي انتي تقطعي الوصلة وتتفالت قبل ما تاكليها، لا تكون لاصقة. شوف كيف. خلاص. الآن اللي معنا نحن معنا الزعتر. طبعا الزعتر شوفي حسب ما تحبي، يعني في ناس يحبوا الزعتر في ناس ما يحبوا. بنعمل شوية زعتر يعني بناخذ شوفوا شوية كده. تمام. بنحاول نحن ايش نعمل به كذا باليد. اللي ما تحبه لا تعمله، واللي تحبه أنا الصراحة يعني يعجبني ريحته كذا حلوة داخل البيتزا. وهذه البيتزا يعني الصدق يعني هي مش إنها طبخة رئيسية في عدن أو في اليمن، وإنما دخلت علينا وحبيناها كلنا الصدق. تمام. بناخذ الجبن برش كذا، جبن اللي هو موزاريلا. تمام. تاخذي انتي تشتري مثلا بالكيلو، تشتري لك كيلو، تشتري لك 2 كيلو اللي يعجبك، حتى ان شاء الله نص كيلو تشتري او وصله. وانا شله بالكيلو اشتري وقطعه كذا، قطعه وصل وعمل له اكياس خاصه ودخله بالفريزر. ووقت ما عندي طبخه اسحب ويلا ويا قشيط القشيط اقشط ركب اقشط وخلاص. الان نحاول نحن ايش ندخلها بالفرن وبنشوف كيف بتكون وبنقول لكم وكم الوقت. طيب حبايبي هذه حقنا البيتزا ان شاء الله كذا تنال اعجابكم. وجلست طبعا بالفرن 20 دقيقة، 15 فكيت اللي من تحت و5 دقائق من فوق. والآن نقول بسم الله. طيب حبايبي هذه العجينة حقنا الثانية، شوفوا كيف تخمرت ما شاء الله. وأخذت طبعا مثل الخميرة الأولى ربع ساعة. الآن شوفوا هنا معي الصحن مدهون ورشيته بالدقيق زي ما تشوفوا. باخذ من العجينة هذه شوية، باخذ منه كذا نص بس. هذا بقضي وهذا باخذه. شوفوا كيف نمده. طبعا هنا الحشو اللي من فوق انت تكيفي بالحاجه اللي تشتيها، يعني تشتي تعملي مثلا لحم صوار، تشتي تعملي دقه، تشتي تعملي صلصه فقط، تشتي اللي تشتي ان شاء الله حتى صنونه، اعملي اللي يعجبك. اهم شيء العجنه يعني تكون معك تمام مضبوطه، وبعدين انت تعملي الحاجه اللي تعجبك. خلاص هذه حقنا. الآن بندهنه مثل ما عملنا بالأولى. بنحاول نحن ندهنه هنا، نحاول الآن ندهنه مثل ما تشوفوا. طبعا العجينة اللي عادة بعمل به يعني أي حاجة، بعمل له ملح، بعمله كعك مالح، بعمله خميرة، بعمل أي شيء أفكر له بحاجة. يلا حبايبي ندخله بالفرن ونقول لكم كم جلس.
المهم هذه حطيناها البيتزا، خليناها يعني 20 دقيقة في الفرن، لصينا الأول من تحت وبعدين 5 دقائق من فوق. ويا سلام، سلم شوفوا كيف على حلاوة. كيف طيب كيف نشوف الحين كيف تمام. ما دقيقة سلام، والرفعة قشف كيف يعني مش جافية ولا شيء، رفيعة يا سلام عليها. صلى الله على محمد. نوعين عملت لكم، نوعين، وانتم شوفوا النوع اللي يعجبكم اعملوا.